أنا شخصيًا كنت هاعتذر يعني، بس زي ما تقول مُحرَج شوية. وجه ميعادنا النهارده مع معلومة جديدة والأكيد إنها مفيدة. كلنا سمعنا عن القولون ووجعه وأغلبنا بيعاني منه، بس الأهم من كده إن البقوليات وخصوصا الفول بتتعب القولون جدا. طب أنت عارف السبب إيه؟ تعال أقول. انت عارف ان القشره الخارجيه اللي بتبقى على حبات الفول بتبقى عباره عن الياف صعبه الهضم جدا وبتفضل في المعده وبيحصل لها تخمر وبالتالي بتسبب انتفاخات والم. طب انت تقدر تخلي الفول ده بقى صديق القولون عن طريق شويه حاجات بسيطه ممكن تعملها في البيت هتقلل من وجعه كويس. زين والله زين. اول حاجه انك تنقع الفول المدمس ده في ميه قبل ما تدمسه بيوم، وده بيقلل شويه من صعوبه الالياف الموجوده على قشره الفول من بره. تاني نقطه مهمه جدا انك لازم تسويه كويس جدا على نار هاديه قوي، علشان التسويه الجيده بتكسر كل الالياف المعقده اللي موجوده على القشره من بره. كمان بعد التسويه لو هرست الفول باي طريقه بقى وانت بتحضره، دي افضل وسيله برضو ان يتهضم بسرعه جدا في المعده، فبالتالي ما تحسش باي تعب. كمان انت ممكن تشتري الفول اللي هو من غير قشره اصلا من بره، اللي احنا بنسميه الفول المدشوش، لانه افضل حاجه خالص ومش هتحس بتعب بعد الاكل. خليك فاكر انك لو طبقت الاجراءات دي على جميع انواع البقوليات انت كده هتقلل من وجع القولون خالص. كمان ما تنساش ان البقوليات نوع من انواع البروتين النباتي ومهمه جدا جدا كنوع من انواع الالياف اللي بتحسسك بالشبع لمده طويله، والاهم من ده كله كمان انها مش بترفع سكر الدم. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في حلقات اقوى بكتير، وسلام عليكم.